مشاهدونا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. تنفيذ برامج صحية بأكثر من 164 مليون نقفة في الإقليم الجنوبي. أنشطة صيد الأسماك الجافة تسجل تزايد مشجع بجنوب البحر الأحمر. تشييد مشروع مياه الشرب بمنطقة غوريتات. مجلس الأمن يدين رواندا لدورها في الكونغو الديمقراطية. وزيرا خارجية الصين والهند يبحثان العلاقات الثنائية. وأستراليا قلقة من تمارين تطوير أن الصين تجريها بالذخيرة الحية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد فرع وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي في التقييم الذي أجراه أنه تم تنفيذ برامج بتكلفة أكثر من 164 مليون نقفة لتحسين كفاءة الخدمات الصحية في الإقليم في العام المنصرم. وبحسب التقارير الذي قدمه مسؤول الفرع الدكتور مانويل محرتاب، تم إدخال معدات تشخيصية حديثة بالمؤسسات الصحية في 12 مديرية، مما أدى إلى تسهيل علاج الأمراض وانخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية بشكل عام والملاريا بشكل خاص بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. وأشار إلى أن عدد الأمهات التي يضعن حملهن في المرافق الصحية ارتفع بنسبة تزيد على 300%، وانخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال إلى الحد الأدنى، حيث تم إنشاء 32 غرفة انتظار الحوامل بمساهمة الأهالي والإدارات. وأضاف الدكتور مانويل أن تغطية التطعيم زادت بنسبة 88%، ومعدل شفاء مرض السل بنسبة 95% نتيجة دور طاقم الكوادر الصحية المتجولة. وفي التقرير الذي قدم على مستوى المديريات، خضع أكثر من 2328 مواطنا لعمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء للوقاية من العمى، وتم التبرع بمبلغ 2.8 مليون نقفة من قبل المواطنين لسد النقص في المرافق الصحية. ودعا المشاركون خلال المناقشة إلى بذل جهود متضافرة للحد من أسباب انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان، وكذلك تعزيز حملات التوعية العامة لأنها تحقق نتائج إيجابية. وحث حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون الجهات المعنية على تنفيذ برامج قائمة على الأبحاث للوقاية من الأمراض في وقت مبكر، بتأكيد دعم الإدارات للدفع في تعزيز الخدمات الصحية. وذكرت وزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين بدورها أنه سيتم بذل الجهود لتحسين الخدمات الصحية وخفض وفيات الأمهات والأطفال إلى الصفر، حاثة المؤسسات الحكومية للتضافر من أجل إنجاز الخطط الصحية نظرا إلى دورها المؤثر. يشهد صيد الأسماك الجافة الوظيف في إقليم جنوب البحر الأحمر توسعا ونموا، بحسب ما أكده مسؤول فرع وزارة الثروة البحرية السيد حسين معاوية. وأوضح أنه يتم تقديم التدريبات والمحاضرات والدعم لزيادة الإنتاج من حيث الكمية والنوعية، وأن هذا النمو نتيجة الجهود المنتظمة في هذا النطاق. وأضاف أنه يتم صيد الأسماك الجافة في رأس ترما وشاطئ بيلول وبحتة وبرعسولي وعدي وكرم وسرويتا، مضيفا أن هناك 49 جمعية الصيد تشارك في هذا النشاط بأولوية. وأشاد بالدور الذي تلعبه المرأة في عملية التجفيف، موضحا أن أنشطة صيد الأسماك الجافة موسمية، والعملية من الصيد إلى التجفيف والحفظ يشارك فيها العديد من الأشخاص والفئات وتخلق فرص عمل. وأضاف السيد حسين أنه سيتم بذل جهود جادة لضمان جودة عملية التجفيف والحفظ، حيث أن الأسماك المجففة تعتبر غذاء غني للإنسان والحيوان. وحث الصيادين على زيادة مشاركتهم، حيث يعد العمل على زيادة إنتاج الأسماك الجافة التي تتوافر بكثرة خلال الفترة من ديسمبر إلى يونيو أحد البرامج الموسمية الرئيسية.
وذكر الصيادون أن صيد الأسماك الجافة الذي كانوا يقومون به بالطريقة التقليدية تمكن من الحفاظ على جودته وإيجاد سوق له بفضل التدريب والدعم المقدم لهم، داعين لإيجاد حلول تتسم في نقص توفر المياه. تم تشييد مشروع مياه الشرب في منطقة غوريتات بمديرية سرجق الإقليم الأوسط الذي كلف أكثر من 2,000,000 ناقة يوم أمس 22 من فبراير. يشمل المشروع نظام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء و3 نقاط توزيع للمياه وخزان بسعة 250 برميل و2486 متر من أنابيب مد المياه. وشكر مدير إدارة غوريتات السيد أيوب فسها في حفل الافتتاح كل المؤسسات التي شاركت في هذا العمل من إدارة الإقليم الأوسط وقسم هيئة المياه وبرنامج مشاريع الدهل وشركة هوكان لحفر الآبار وإدارة المديرية بشكل مباشر، موضحا الصعوبات التي ظلت تواجههم قبل بدء العمل على هذا المشروع. وحث مديرية سرجق السيد كفل مريم قبر مسقل المواطنين للاستعمال الصالح للحفاظ على المشروع ومرافقه. وناشد مسؤول فرع المياه بالإقليم الأوسط السيد قرماي تخلاب كل فئات المجتمع للمحافظة على المشروع الذي تطلب الكثير من الموارد والجهد لإنشائه، مهنئا المواطنين لحصولهم على هذه الخدمة الأساسية. وذكر ممثل قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد أسرت حيلة أهمية الحفاظ على المشاريع التي تقام بمختلف القرى التي تم إنشاءها بمبالغ هائلة لضمان استدامة هذه الخدمات. تقع منطقة غوريتات على بعد حوالي 30 كيلومتر من العاصمة أسمر وتعطنها 353 أسرة. يتحسن أداء وقدرة الرياضيين في إقليم القاشبركة بفضل المشاركة النشطة للمجتمع والمؤسسات الحكومية حسب ما جاء في اجتماع عقد في بارنتو في 21 من فبراير. وقدمت الاتحادات الرياضية في اللقاء تقارير عن المزايا والتحديات التي تواجهها الاتحادات في المنافسات الرياضية التي تنتظمها، موصين بتوسيع الدورات التدريبية التي تنتظم على مستوى البلاد والأقاليم. وأوضح مسؤول الفرع الرياضي بإقليم القاشبركة الأستاذ تسفاي تكيم أوضح أن المبادرات المتخذة لتعزيز الأنشطة الرياضية وتكامل الشركاء كان له تأثير إيجابي، وذلك خلال المنافسات بالإضافة إلى تأسيس اتحاد الرياضات التقليدية، وأنه سيتم تعزيزها والاهتمام بمشاركة المرأة في كل أنواع الرياضات. وأضاف المدير العام لقسم الثقافة والرياضة بإقليم القاشبركة السيد إدريس صالح أن المنافسات الرياضية بالإقليم حققت نتائج إيجابية بفضل مشاركة المجتمع والشركاء الواسعة، موصيا الاعتماد على منطقة توسيع وتطوير الرياضات. ودعا المشاركون في الختام إلى إيجاد حلول جذرية لنقص الجوائز التي تقدم في جميع الاتحادات، وعدم كفاية البنية التحتية ومشاكل المعدات والنقل التي تعد من أهم التحديات الرئيسية. ينظم الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع إقليم عنسبة معرضا للكتب لأول مرة في عتكريزان تحت شعار لننمي أندية القراءة والابتكار. وأوضح مسؤول الفرع السيد الزازي برخة آب في افتتاح المعرض في 21 من فبراير، أوضح أن أسبوع الكتاب ظل ينظم ل4 سنوات متتالية في مديرية كرم فقط، وقد نظم في مديرية عتكريزان ضمن البرنامج الموضوع للاستفادة الجيدة للمديريات الأخرى. ودعا إلى استفادة الطلاب والمجتمع العام من المعرض، مشيدا بكل المساهمين لإنجاحه. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية عتكريزان السيد نرأي رزاني القيام باستعدادات كبيرة بالتعاون مع الشركاء لتنظيم معرض الكتب. يضم المعرض كتب في التاريخ والفلسفة وكتب أكاديمية وتباع بأسعار مخفضة. وأشار الزائرون للمعرض إلى دوره في تنشيط ثقافة القراءة، مشيدين بتنظيمه في مديريتهم. هذا وسيتم تنظيم المعرض في مديريات علا برعد وحقات وكرن حتى 2 من مارس. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
على الصعيد العالمي، دان مجلس الأمن الدولي رواندا للمرة الأولى بشكل صريح على خلفية دعمها هجوما لحركة M23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وجرى بالإجماع تبني القرار الذي يدين بشدة الهجوم الجاري. وتقدم متمردي حركة M23 في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من القوات الرواندية التي يسند 4000 من عناصرها الحركة المسلحة. ويدعو القرار إلى انسحاب M23 من الأراضي التي سيطرت عليها خصوصا غوما وبوكافو، كما يدعو القوات الرواندية إلى وقف دعمها حركة M23 والانسحاب فورا من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من دون شروط مسبقة. وكان مجلس الأمن اكتفى حتى ما قبل صدور القرار بالتنديد بانتهاك وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من دون ذكر رواندا. التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار لمناقشة العلاقات الثنائية بين الصين والهند على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول مجموعة ال20 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. وتطرق وانغ وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تطرق إلى الاجتماع الناجح بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قازان بروسيا العام الماضي، وذلك الاجتماع الذي حدد الاتجاه العام لتحسين وتطوير العلاقات الثنائية. ولفت وانغ إلى أنه خلال الاجتماع بين شي ومودي اتفق الجانبان على أن الصين والهند باعتبارهما دولتين متجاورتين ولكل منهما حضارتهما العريقة يجب أن تثقا ببعضهما البعض وتدعما بعضهما البعض وتساعدا بعضهما البعض على النجاح. من جانبه قال جايشانكار إن اجتماع قازان بين مودي وشي قدم توجيهات حاسمة لتحسين العلاقات الثنائية بين الهند والصين، ما أدى إلى الاستئناف التدريجي للتبادلات الثنائية في مختلف المجالات وتحقيق نتائج ملموسة. أعلنت أستراليا أنها تلقت تحذيرا من الصين حول تمارين بالذخيرة الحية تجريها 3 سفن حربية صينية قبالة سواحل البلاد الشرقية أثرت على حركة الملاحة الجوية. من جانبها أكدت بكين أنها نفذت مناورات عسكرية بطريقة آمنة ومهنية دون أن تحدد ما إذا كانت الذخيرة الحية قد استخدمت أم لا. ويراقب الجيشان الإسترالي والنيوزيلندي 3 سفن تابعة للبحرية الصينية فرقاطة وطراد وناقلة إمداد نفط منذ رصدها في المياه الدولية الأسبوع الماضي. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس أن الصين حذرت من أن السفن ستعمد إلى إطلاق ذخيرة حية أثناء إبحارها في منتصف المسافة بين أستراليا ونيوزيلندا في بحر تسمانيا. وأكدت بكين أنها تجري مناورات مشروعة بأمان تام. في الخبر الأخير في هذه النشرة، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزارة الدفاع في كوريا الشمالية قولها أن الاستفزازات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها أصبحت أكثر وضوحا في ظل إدارة ترامب الحالية. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال رئيس مكتب الإعلام في الوزارة والذي لم يذكر اسمه إن واشنطن والقوات التي تدور في فلكها تهدد البيئة الأمنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في إشارة إلى التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة والوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية. وأضاف المسؤول: سنواجه التهديدات الاستراتيجية للأعضاء بوسائلنا الاستراتيجية، متعهدا بمواصلة بيونغ يانغ أنشطتها العسكرية. وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن مناورة جوية مشتركة عقدت مع الولايات المتحدة بمشاركة قاذفة استراتيجية واحدة على الأقل من طراز B-1B. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. تنفيذ برامج صحية بأكثر من 164 مليون نعفة في الإقليم الجنوبي. أنشطة صيد الأسماك الجافة تسجل تزايدا مشجعا بجنوب البحر الأحمر. تشييد مشروع مياه الشرب بمنطقة غوريتات.
مجلس الأمن يدين رواندا لدورها في الكونغو الديمقراطية. وزيراء خارجية الصين والهند يبحثان العلاقات الثنائية. وأستراليا قلقة من تمارين تقول أن الصين تجريها بالذخيرة الحية. مشاهدينا، انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.